تعالوا قبل ما ننام كده نشرح قصة البلوك دي. البلوك ده بيتعمل امتى وبيتعمل ليه؟ البلوك المفروض ان هو بيتعمل في حالتين. الحالة الاولى ان الشخص بيأذيني جدا نفسيا جدا، فكل ما بشوف منه اي حاجة هو بينزلها فانا ما بقدرش استحمل فبعمل له بلوك. الشخص ده مش لازم تكون علاقة عاطفية خالص. والاوبشن التاني ان انا مريضة ستوكينج، مراقبة للشخص اللي طلع من حياتي وبراقب كل حاجة وما عنديش قوة ان انا اتحكم في نفسي ازاي ابطل اراقبه وانا عارفة ان حياتنا بقت مستحيلة، فاحنا بنعمل بلوك. يعني دول حاجتين بنعمل فيهم بلوك. تعالوا نتكلم الناس بتعمل بقى لبعض امتى بلوك. عندنا كذا حالة للبلوك، في بنات وفي رجالة، بس البنات اكتر طبعا بكتير قوي من الولاد. البلوك ده عندهم زي صباح الخير وتصبحوا على خير، اللي هو اي حد يضايقني بعمل له بلوك، ممكن بعد فترة ارجع افك وده عادي. رقم 2، خناقة حصلت، طب انا مش عايزة اسمع صوتك بقى دلوقتي ولا انا عايزة اسمع صوتك، بصي اطلعي من حياتي، وبنعمل بلوك وبرضه بنرجع نفكه. اما البلوك الثالث فان انا محروق منك قوي، محروق منك قوي قوي. اما البلوك الرابع فان انا ما عنديش قوة على المواجهة، فانا عارف ان انا غلطان جدا، فانت عمال تضغط 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 عليا، فانا رحت اعمل بلوك. اما البلوك الاخير ف انه انا نويت انهي الموضوع، علشان في البديل حضر، فانا مش عايزك تعرفي اي حاجة عني. وقفلت كل اكاونتاتي خليتها برايفت علشان ما تعرفيش اي حاجة عني، فاعرف اصيع براحتي، او انا اصيع كبنت براحتي من غير ما انت تعرف عني حاجة. ودي انواع البلوك اللي احنا بنعملها.